صديقي العزيز، أرجوك أن تشاهد الفيديو للآخر، فهو لن يتعدى الدقيقتين حتى يتبين لك معرفة المعلومة كاملة. لا بد أن نعلم أن هناك عالم آخر هو عالم الجن والشياطين، ولكنه يوجد من الجن من يؤمن بالله تعالى، فليس كلهم كفار أو ليسوا جميعا شياطين، وهؤلاء الشياطين هم أعداء بني آدم منذ سيدنا آدم إلى قيام الساعة. ولا بد أن نعلم أن الشيطان هو العدو اللدود لبني آدم. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإن له مواقف ومعجزات مع الشياطين لعنهم الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أقبح الناس وجها وأقبحهم ثيابا وأنتن الناس ريحا، جلك جاف يتخطى رقاب الناس، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من خلقك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من خلق الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وأمسك بجبهته وطأطأ رأسه، وقام الرجل فذهب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: علي بالرجل. فطلبناه فكأن لم يكن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا إبليس جاء يشكككم في دينكم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قاتلت مع رسول الله الإنس والجن. قلنا: كيف قاتلت الجن؟ قال: نزلنا مع رسول الله منزلا، فأخذت قربتي ودلوي لأستقي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيأتيك آت يمنعك عن الماء. فلما كنت على رأس البئر إذا رجل أسود، فقال: لا تستقي اليوم منها ذنوبا واحدا. فأخذته وأخذني، فصرعته، ثم أخذت حجرا فأردت به أنفه ووجهه، ثم ملأت قربتي فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل أتاك على الماء من أحد؟ فأخبرته، قال: ذاك الشيطان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قال: ألعنك بلعنة الله التامة 3، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، أي مقيدا، يلعب به ولدان أهل المدينة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع، فإذا أنزل الوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديد ألقيتها على الصفا. قال: فإذا سمعت الملائكة خروا سجدا، فلم يرفعوا رؤوسهم حتى ينزل، فإذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا: الحق وهو العلي الكبير، وإن كان مما يكون في الأرض من أمر الغيب موت أو شيء مما يكون في الأرض تكلموا به، فقالوا: يكون كذا وكذا، فيسمعونه الشياطين فينزلونه على أوليائهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم دحروا بالنجوم، أي أحرقوا بالنجوم وأبعدوا عن السماء، فكان أول من علم بها ثقيف، فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاه، وذو الإبل يذبح كل يوم بعيرا. فأسرع الناس في أموالهم، فقال بعضهم لبعض: لا تفعلوا، فإن كان النجوم التي تهتدون بها، وإلا فإنه أمر حدث. فنظروا فإذا النجوم التي يهتدى بها كما هي، لم يزل منها شيء. وصرف الله الجن فسمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فانطلقت الشياطين إلى إبليس فأخبروه، فقال: هذا حدث في الأرض، فأتوني من كل أرض بتربة. فأتوه بتربة تهامة. قال: ها هنا الحدث. هذه بعض المواقف والمعجزات والتي حدثت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الشياطين والجن.